مساء الخير عليكم. البسبوسة بتطلع ناشفة، البسبوسة ما بتظبطش معانا. يلا بينا النهاردة نعملها مع بعض. يلا نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. هنحتاج نص كيلو من سميد البسبوسة، أنا جبته سايب، ربع معلقة صغيرة من الملح، 3 معالق كبار من جوز الهند. هي دي كل المكونات الجافة بتاعتنا. هنقلبهم مع بعض ونروح بقى علشان نجهز المكونات السائلة. هنحتاج كوباية وربع من السكر، سكر حبيبات، كوباية إلا ربع من الحليب، نص كوباية من السمن، ومعلقة كبيرة عسل نحل، شربات تقيل عندنا، عسل جلوكوز المتاح عندنا. هننزل بيها وهنرفعها على النار لحد ما تدوب، مش هنغليها. بعد كده بقى هننزل عليها بمكون هيغير من طعم البسبوسة بتاعتنا خالص، معلقتين من القشطة، دول قشطة وش الحليب. هننزل بيهم ونقلب، ولا أسهل من كده. بعد كده هننزل بالمكونات السائلة بتاعتنا على المكونات الجافة، وفي الخطوة دي مش هنقلب كتير عشان البسبوسة ما تنشفش معانا. يا دوب كده هنغلف السميد بتاعنا زي ما انتوا شايفين، ولا أسهل من كده. وكده بقت جاهزة معانا. هنروح للصينية بتاعتنا اللي هندهنها كويس بالسمن، وهننزل فيها بالبسبوسة. وفي الخطوة دي بقى احنا مش هنحط ايدينا خالص في البسبوسة، احنا يا دوب زي ما انتوا شايفين كده هنخبطها خبطتين على الرخامة، وكده تبقى جاهزة معانا. الفرن بتاعنا جاهز على درجة حرارة 180، بتاخد معانا حوالي نص ساعة. وأول ما الأحرف بتاعتها بتاخد لون بنشغل عليها الشواية، لكن لازم نهدي الشواية بتاعتنا. طلعت معانا زي ما انتوا شايفين. هنبتدي نسقيها بالشربات بتاعنا اللي هيكون عبارة عن كوباية ونص من السكر، كوباية ونص من المية، باكت من الفانيليا، نص عصرة ليمون. وأول ما بيغلوا معانا بننزل عليهم بالمكون بتاعنا وهو معلقة كبيرة من السمن. وكده البسبوسة بتاعتنا جاهزة. البسبوسة بتاعتنا قمر، بنصحكم تجربوها لأنها بجد تستحق التجربة. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة اللي بتمنى من قلبي إنه يعجبكم. يا ريت إذا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكات كتير، شير للفيديو، إعادة نشر، اشتراككم في قناتنا على اليوتيوب، قناة في المطبخ مع سنة، واستنوني في فيديوهات تانية كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.